بص الحركة دي. بص اللقطة دي. حتى بص الحركة دي. بص اللقطة دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت الجد جد، الكلمة مني عهد. السلام عليكم حبايب قلبي. النهارده ان شاء الله حبايبي هنعمل الصابون العسل الجميل ده. شوفوا القوام، شوفوا جماله عامل ازاي، شوفوا الرغوه ملهاش مثيل، شلال من الرغوه والنظافه، ما شاء الله لا قوه الا بالله. هتجربوه وهتدعوا لي. من الصابون اللي احنا عاملينه مع بعض البلدي، شوفوا الصابونه دي 50 جرام صغيره، يعني انا عايزه 250 جرام او صابونتين كبار من المحل لو مش عامله في البيت. صابونتين كبار، او زي ما انتوا شفتوا كده لو 50 جرام صغيره كده يبقى 5 صابونات. هنحط عليهم شويه ميه مغليه ونضرب زي ما انتوا شايفين، نضرب كويس جدا. اهم حاجه في الصابون عشان تاخدي قوام ورغوه انك تضربي المكونات كويس جدا جدا. بعد ما ضربت كتير جدا حطيت معلقتين سكر، نص معلقه ملح، ومعلقه بيكربونات الصوديوم، كربوناته يعني. كمان بعد تقليب قوي جدا وكتير جدا حطيت تلت كوبايه صابون من الشركات او كوبايه صابون من اللي احنا بنعمله. لو هتجيب من بره يبقى نص كوبايه صابون، ونضرب كويس جدا 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 جدا. شوفوا القوام عمال يتخن ازاي. هنحط لون وتبتدي تدرجي في اللون لحد ما تديكي اللون اللي انت عايزاه، وميه زودي في ميه لحد ما تاخدي القوام برضو اللي انت عايزاه، ان هو كان تخن جدا. زي ما انتوا شايفين بزود في اللون وبقلب كويس. احنا الوصفه ما خلصتش، احنا هنفضل نقلب كتير جدا. انا كده مختصره جدا ومجريه الفيديو قوي. بعد كده لحد ما وصلنا للون ده، شوفوا انا طبعا شلت الرغوه من على وش الصابون عشان اعرف اوريكم الصابون، لكن احنا لو بيتناه هيتخن اكتر من كده بكتير، وكمان الرغوه هتروح. زي ما انتوا شفتوا خدت حوالي معلقه صابون واحده بس عشان اجربه معاكم. شوفوا بقى الرغوه عامله ازاي، ما شاء الله لا قوه الا بالله. زي ما انتوا شفتوا، وكمان ما كنتش لسه بيته. ده هو كل ما تبيتي وتقعديه كل ما يديكي رغوه اكتر ولزوجه اكتر وقوام احلى. خلاص قلت لكم الميه على حسب ما انتوا عايزين. انا ده الكلام ده عمل معايا حوالي 6 لتر صابون. انت ممكن تعمليه اكتر لو عايزاه يكون اخف من كده، ممكن تعملي اقل لو بتحبيه اتخن من كده.